ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده الفول الدميسه بتاعنا المصري البلدي اللي مفيش اطعم ولا ألذ منه. اول حاجه معايا اما اجي اجيب الفول البلدي. نخلي بالنا من البلدي اللي هي بيبقى لونها فاتحه على ممكن حبايه خضراء. هي دي الفوله اللي بتطلع جميله خالص في التدميس. اول حاجه هعملها ان انا اجيب الفول وانقعه 6 ساعات. اهم حاجه خطوه النقع ديت علشان ما يغيبش في السوا معايا. ولما الاقي الحبايه نفشت مني وكبرت، هبدأ بقى ان انا احطها في الفوالة، وهحط عليها 3 معالق عدس، حبتين طماطم، وقرن فلفل، ونص فص ليمون. الليمون ده علشان يمنع الاكسدة وعلشان الفول ما يسودش مني. هحط كل المكونات مع بعض وهنعصر الليمونة، وبعد كده احطهم على النار. اول ما الفول عندي يبتدي ان هو يغلي، اقوم رايحه مهديه عليه النار شمعة، واسيبه مع نفسه بقى يستوي. ممكن يغيب ل3 4 ساعات. المهم ان انا مش كل شويه اروح افتح عليه. ممكن ان انا افتح عليه شقشاق بسيط خالص واشوف الميه، لو لقيت الميه قلت احط عليه ميه سخنه من الكتل. ده الفول عندي. انا كنت طفيت عليه وسبته لما برد خالص، وبعد كده رجعت ليه فجمد شويه في بعضه. شايفين الفول عامل ازاي؟ الوش هو اللي بيديني، يعني الوش بيكون غامق شويه، انما تحت بيكون لونه بني زي ما انتوا شايفين كده. يعني لونه جميل خالص. انتوا شايفين عامل ازاي؟ طبعا الفول ده من غير اي الوان صناعيه. انت ضمناه وعارفه انت عملتيه ازاي في البيت. إيه، لو اولادك بيحبوا الفول وللفطار مفيش احسن منه. طبعا الحبايه عامله زي الزبده. الفواله بتسويلك الفول كل حبايه زي التانية، وبتحافظ عليه مش بتسوده. شايفين الفول عامل ازاي؟ مفيش احسن منه. طبعا يا جماعه وش الفواله هو اللي بيكون لونه غامق سنه، انما بعد كده بتلاقي الفول كله بني ولونه حلو خالص، عشان محدش يقول ده اسود او كده. فنخلي بالنا من النقطه ديت. الفول عامل ازاي؟ لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي